السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة كويزين تودا. نتمنى ينال اعجابكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نحضر معكم خبز معمر او لا خبز بالشحمه، تيجي رائع ولذيذ بزاف. نتمنى ينال اعجابكم وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. بسم الله. غنبداو بالعجينه. عندي زلافه ديال الدقيق الكامل بالنخاله ونص زلافه ديال الفرص. صافي غنديرهم يتاجنوا. درت ليهم نص معلقه صغيره ديال الخميره والملحه على حسب الذوق. القوام ديال العجينه راكم كتشوفوا ما خصهاش تجي قاصحه بزاف وما تجيش عاوتاني جاريه باش ما تعذبكمش في الخدمه. صافي غنخليها تخمر. كل ما خمرت بها العجينه كيجي الخبز رطب. وغنمشيو باش نوجدوا الحشوه. في مقله سخونه غندير 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وغندير 2 بصلات مشلضين قطعتهم رقاق بهذه الطريقه هذه. وغنضيف ليهم شويه د الكفته اختياريه، الا متواجده عندكم في الدار ضيفوها، ما متواجداش غنكتفيو بالشحمه حيت غنضيفوها في الاخر. صافي غنخليهم يتشحروا شويه وعاد غنزيد حبه ديال الجزر وحبه ديال القرعه الخضراء، درتهم في الهاشوار وطحنتهم حتى ولاو رقاق بهذه الطريقه هذه. الا ما توفرش عندكم الهاشوار دوزوهم في الحكاكه الغليظه. صافي غنزيد الفلفله، هاد الالوان اللي متوفرين عندي، الا متوفره عندكم الحمراء حتى هي ضيفوها. صافي غنخلي الحشوه طيب تتبان ليا راها نشفت من الماء كما كتشوفوا، راه صافي ما بقاش فيها الماء. غنطفي عليها وغنزيد الربيع قزبور معدنوس وغنضيف شويه الملحه. عندي هنايا الخرقوم البلدي وشويه ديال الابزار ومعلقه صغيره مملوءه ديال الكمون وزدت شويه ديال زيت الزيتون. صافي غنخلطهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم، حتى تنسجم العطريه مع الحشوه ونخليها تتبرد تماما. عاد نكمل معكم. بعد ما بردات الحشوه غنضيف ليها شويه الشحمه. غنخلط العناصر حتى ينسجموا. صافي الحشوه ها هي وجدات. غندوزو باش نكورو العجينه. صافي العجينه بعد ما خمرات غنشكلها كويرات صغار. نتوما غديروا القياس اللي بغيتو، من الاحسن انهم يكونوا صغار باش تحكموا فيهم وتحكموا في العجينه. صافي غنقاد كويرات كما قلت لكم، غنقاد كويرات صغار في نفس الحجم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وديروا اشتراك للقناه فضلا وليس امرا باش نتشجع ونبقى ديما نحط لكم الجديد ان شاء الله. وصدقوني هذا الخبز جاء اكثر من رائع، نتمنى انكم تجربوه. انا متاكده ملي غتجربوه غينال اعجابكم بزاف حتى يجي لذيذ وبسيط ودغيا تيوجد. صافي غنستمر نشكل كويرات في نفس القياس في نفس الحجم حتى نسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي. كل كره غنطلقها بيدي ولا بالدلاك وغنحاول انني نقادهم يكونوا متساويين. غنبدا بالاولانيه اللي حطيت. صافي غندير الثانيه، غنطلق الثانيه. وباش ما تشيطش لكم الحشوه غتقسموها على حساب العجينه اللي عندكم. عندي هنايا 10 الكويرات. صافي قسمت الحشوه على 5 حيت كل جوج كنجمعهم في وحده. صافي كما كتشوفوا راني درت الحشوه في وسط العجينه ونحاول انني ما نوصلهاش للجوانب باش تلصق ليا العجينه في الجوانب. غنستمر بنفس الطريقه كما قلت لكم، نحاول انني ما توصلش الحشوه للجوانب باش هكا ملي ندير العجينه الثانيه يلصقوا ليا في الجوانب. صافي غير نقرصها غنوضعها على جانب ونعقلوا على الاولى باش بدينا باش نبداو بها في الطياب. صافي غنستمر تنسالي الكميه كامله اللي عندي ونرجع معكم. وبنفس الطريقه كنوزعوا الحشوه بلا ما نوصلوا للجوانب وندير
العجينة الثانية فوق منها ونقرص الجوانب. صافي غنستمر تنساليهم كاملين. يمكن لكم تزيدوا تصغروهم اولا ديروهم كبار على هادو، يعني الحجم كيبقى اختياري. صافي بعد ما ساليتهم كاملين في مقله سخونه غندهنها بشويه الزيت، وغنبدا بالاولى اللي قديت قرصتها تكون شويه رقيقه ما تكونش غليظه بزاف. صافي غندير شويه الزيت فوق منها، وغير تبان ليا راها بدات تنشف من الفوق غنقلبها، ونبقاو نديرو شويه الزيت بهكا كيجي الخبز رطب وتتعطي واحد اللون زوين للخبز. صافي غنبقى نقلبهم ونشوف الجهه اللي ما طابتش نردها طيب تا تحمر ليا من جوج جوايه كما تتشوفوا. صافي هذه وجدات غنحيدها وغندير الاخرى. طيب هذه علاش تتصلح لي هاد البلانشه هذه دغيا تنساليه تندير جوج عوض انني ندير وحده في مقله، تندير جوج تيطيبوا دغيا تنساليه. صراحه نفعتني. صافي غنستمر بنفس الطريقه كما قلت لكم، نبقاو نديروا شويه الزيت ونبقى نقلب الجهه اللي ما طابتش نردها طيب تنساليهم كاملين. صافي كما تتشوفوا تبارك الله جاو رائعين لا في المذاق ولا في الشكل ديالهم. هذا هو الشكل ديالو بعد ما ساليته تبارك الله جاء رطب خفيف. نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.